الحواوشي الطعميه وقطايف محشيه طعميه والطعميه الموتزاريلا والبطاطس الجمبري عند قطه في الدرب الاحمر شارع باب الوزير. المره اللي فاتت صورت حواوشي الطعميه بس ما جربتهوش، هجربه المره دي مع القطايف المحشيه والاختراعات الغريبه دي. استنيت لاخر رمضان كده علشان اعرف اصور على رواقه ويكون اخر فيديو سحور ليا السنه دي. وصلت وصورت شويه من تحضيرات اكل السحور والاصناف اللي قطه بيعملها. كنت هنا من فتره قبل رمضان وصورت الفطار عند قطه، طواجن الفول والطعميه المحشيه والطعميه اللي على الفحم والبطاطس المقليه والبطاطس الجمبري واصناف تانية، وعرفنا قصه مطعم قطه وحكايته. الفيديو هتلاقوه على الصفحه، برجعوا شوفوه بعد الفيديو ده هيعجبكم. المره دي جيت اعمل ابديت واتسحر واشوف الاجواء المصريه الشعبيه الجميله. قطه ليه ناس وزباينه اللي بيجوا من كل مكان علشان حلاوه الاكل عنده وكمان الاختراعات اللي دايما قطه بيعملها. وزي ما جربت المره اللي فاتت الطعميه على الفحم وطواجن الفول، المره دي هجرب حواوشي الطعميه على الفحم والقطايف المحشيه طعميه ومقليه. هاخد لقطه سريعه كده لتجهيز الفول اللي قطه برده مميز بيه. بيجهز الفول وبيحط عليه شويه الطحينه والزيت والفلفل والزيتون وشويه البهارات والتوابل كده اللي بيخلوا طعم الفول جامد. وندخل على طول على الاصناف اللي هنجربها ونشوف الكلام على ايه. كان معايا يوسف واللي كان متحمس للتجربه دي زيي، وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. هنبدا اول حاجه بالطعميه المحشيه موتزاريلا، ونفتح الطعميه ونشوف شده الجبنه الرايقه دي. جربتها كده المره اللي فاتت وكانت جامده جدا، والمره دي برده كانت على وضعها حلوه زي ما هي. يوسف شاف المنظر وقال لازم لي لقمه سريعه، وهعملها ميكس مع الفول علشان ادلع الاحساس ويودي على طول. واول لايك من يوسف. نشوف بقى اول اختراع وهو القطايف المحشيه طعميه، ودي طبعا بتكون حادقه يا جماعه مش مسكره. قطايف مقليه جواها طعميه مع جبنه حادقه مع الزيتون والفلفل. طعمها بالنسبه لي كان جديد كده، كانت حلوه بس مش عارف اوصفها، بس حاسس ان طعمها كان اقرب حاجه للكوبيبه المحشيه، بس بدل عجينه الكوبيبه كانت قطايف، وبدل اللحمه المفرومه طعميه، وباقي الحشو بقى اللي قلت عليه. عجبني اختراع القطايف المحشيه طعميه دي، وعجب يوسف كمان اكتر مني، بس على ما اعتقد القطايف دي هتختفي بعد رمضان وتيجي في رمضان اللي جاي ان شاء الله، نبقى نيجي كلنا نجربها مع بعض. بعد كده يوسف دخل على الفول اداله تقليبه بالمعلقه وبدا يعبي اللقمه ويودي لقمه في الثانيه. قلت له يا ابني الفول ما بيتاكلش كده، انت تديله تقليبه وبعدين تعمل ودن قطه، بس مش ودن قطه اللي احنا عنده علشان الراجل يعرف يسمع كويس. هنعمل ودن قطه بالعيش ونودي على طول. الفول كان حلو، لكن كان عاجبني الفول الاسكندراني في الطاجن اللي جربته المره اللي فاتت اكتر. ندخل بقى على اختراع الحواوشي. دي فكرته زي الحواوشي العادي، لكن بدل اللحمه المفرومه موجود طعميه مفرومه مع البسطرمه والجبنه والزيتون والفلفل والطماطم، وكل ده في رغيف مستوي ومتحمس على الفحم. انتوا متخيلين الاختراع ده وطعمه هيكون عامل ازاي؟ بصراحه اختراع عظمه ويستحق التجربه، وعموما هيفضل شغال بعد رمضان برضه للي حابب يجربه، لانه كان موجود قبل رمضان. وعجبني الحواوشي الطعميه جدا انا ويوسف. ازحلق الكلام بقى بشويه ميه سلطه ونشوف البطاطس الجمبري. مجربها برضه من المره اللي فاتت وبصراحه كانت حلوه زي اول مره، وكالعاده هاكل منها كتير لاني بحب البطاطس عموما، ويوسف كمان اكل منها وعجبته. الطعميه الكيري بقى برضه مجربها من المره اللي فاتت، وكان المره اللي فاتت عجباني الطعميه الموتزاريلا اكتر، لكن المره دي الكيري كانت اجمد. مش عارف بقى هل قطه غير في حاجه ولا ايه. ويوسف عموما عجبه نوعين الطعميه. هزحلق كمان زحليقه وادخل على الاومليت بسطرمه، كان عليه برضه مع البسطرمه زيتون وفلفل، واعمل لقمه واودي على طول. معلقه سلطه في السريع لزوم الدايت وكده، واعمل بقى اخر لقمه بالبتنجان المقلي بالخلطه، واحط عليه اومليت بسطرمه، واحلى لقمه ميكس يخليك زي الاكس. ميكس البتنجان مع الاومليت عالمي. في الاخر بقى اتصورت مع المعلم محمد اللي كان مشرف على تنزيل الطلبات، وكان في قمه الادب والعسل. وبس كده. في النهايه بقى اللي جرب الاكل عند قطه والاختراعات الجديده دي يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برده رايه. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ومع السلامه يا غاليين. اشوفكم في فيديو قريب وجديد، وكل سنه وانتم طيبين.